إشي بقول لك نناشد المجتمع الدولي أن يتدخل في غزة. هذا المجتمع الدولي اللي أقيم على جماجم شعوب أخرى، كيف بده يفزع لك؟ يعني هذا المجتمع الدولي اللي أحد أعضائه أباد 50 مليون هندي أحمر. هذا المجتمع الذي أقيم على حربين عالميات راح فيهم من البشر 80 مليون. في وعد بلفور أعطوا نفايات الأرض ليقيموا كيان في فلسطين، وجابوهم وجلبوهم ورموهم ألقوهم على شواطئ فلسطين. هذا المجتمع الدولي إنه مجلس الأمن من الخمسة الكبار اللي بتحكموا في العالم، وما بيختلفوا إلا لما تتعارض مصالحهم مع بعض، ولا كلهم قد أنشأ له مخالب ليسيطر على العالم، يعني كصندوق النقد والبنك الدولي اللي هذول بيعطوا قروض لمحاولة السيطرة على قرار الدول وإذلال الشعوب وتجويعهم وقهرهم. حتى الهيئات اللي باسم حقوق الإنسان يعني حتى منعوا تقديم الخدمات والمساعدة من قبل وكالة الغوث الأنروا لأهل غزة. يعني حتى محكمة العدل العليا اللي رقصت وطبلت إلها الجزيرة وعبر محاميها اعتبر قرارها إنه انتصار للبشرية. شو الانتصار؟ الانتصار إنه طلبوا من جيش كيان المستجلبين إنه يكتب تقرير إنه ما بيحرض على الإبادة الجماعية، بعد شهر يرد لنا خبر. يعني وصلت الأمور، وإخراج الأسرى فورا. لم يطلبوا وقف إطلاق النار فورا إلا بس إخراج الأسرى لخدمة كيان المستجلبين. لم يدينوا كيان المستجلبين، أدانوا مين؟ أهل غزة. وبقول لك يعني كان انتصار، وفي غواء وفي ناس مدفوعين بيقولوا إنه يعني هذا انتصار، يعني ضر الرماد في العيون. غزة تباد، غزة تذبح، الناس تفترش وبتنام على الطرقات المليئة بالمياه وتتلحف في المطر النازل من السماء. وبقول لك إيش؟ والله إنه بنناشد المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هذا اللي ناهب إفريقيا وكل مواردها الطبيعية، هذا المجتمع الدولي اللي كيسنجر يوم من الأيام طلب بأنه إبادة الشعب الإفريقي لسرقة موارده الطبيعية، وإنه هذول بيلزموناش كبشر. هذا المجتمع الدولي اللي بيدعو للمليار الذهبي وقتل الشعوب عبر اختراع الفيروسات والعبث بالطبيعة والعبث وجلب الأمراض للشعوب. هذا المجتمع الدولي بتطلبوا مجتمع زي هذا دمر حواضرنا وقتل شعوبنا ونهب ثرواتها وبسيطر على ثرواتها، بده يفزع لك هذا المجتمع الدولي أنه مجتمع دولي. فأرجو أن يصل هذا لكل من يعني بفكر أنه هذا المجتمع بده ينصرك. ويعني اللهم أرنا عجائب قدرتك في هذا المجتمع الدولي. ادعوا معي لعلها ساعة استجابة، باب السماء يكون مفتوح. اللهم دمرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. الرجاء نشر الفيديو على أوسع نطاق ودعمنا، لأنه التبليغات عليه